بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبنا العراقي العزيز الكريم، في الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا العراقي الباسل سليل المروة والمواقف العالية، نقف اليوم باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، قادة وضباط ومراتب، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته. كما نحيي بطولات جيشنا وتضحياته في الدفاع عن أرض العرب والمسلمين في فلسطين الحبيبة وجنين والجولان. إن رحلة جيشنا الاستثنائية التي بدأت بفوج الإمام موسى الكاظم عليه السلام في 6 كانون الثاني من عام 1921 وضعت ملامح الدولة وخطت هويتها وصانت مبادئها وقيمها. ومهما أثرت الخيارات والصراعات السياسية والحروب العبثية على هذه الرحلة، لكن جيش العراق ظل وفياً للوطن وللدولة. توج جيش الوطن مسيرته إلى جانب قواتنا الأمنية بكل صنوفها في دحر تنظيم داعش الإرهابي وطرده من أرض العراق المقدسة. نعم، نهض جيشنا منتصراً من قبوة داعش، من جرح اسمه داعش. خرج جيشنا منتصراً على محاولات كسر هيبته ووجوده وطمس هويته الوطنية، وقد فعل ذلك مراراً عبر التاريخ الحديث. لا تنهض أمة بجيش مطعون أو جريح يتم التآمر عليه وزجه في الأخطاء السياسية كما حدث في عهد الدكتاتورية الصدامية. على عاتقنا اليوم واجب تاريخي مبارك بوضع جيشنا في الموقع الذي يستحقه وإعادة الثقة لضباط الجيش ومراتبه بأنكم أيها الأبطال رمزنا وعنوان هيبتنا وسيادتنا. العراق بكم سينهض كدولة تمثل ضرورة للحضارة الإنسانية وضرورة للتوازنات الدولية، وأنكم رسالة الأمل والأمان لشعبنا في كل مساحات الوطن. أيها الأحبة، شعبنا العظيم، جيشنا البطل، لقد واجهنا منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة تحديات كبيرة ومعقدة لم تمر في تاريخ العراق المعاصر، يتقدمها تحدي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية التي نجمت عن انهيار أسعار النفط، وكذلك إلى تداعيات الأزمة الاجتماعية الحادة التي مثلتها تظاهرات تشرين. كان من المؤسف حقاً أن يتحول العراق، وهو سليل الحضارة وبوابة التاريخ، إلى ساحة لتصفية وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه، وكان علينا واجب حماية بلدنا من تداعيات هذا الصراع الخطير. ولذلك عملنا منذ اليوم الأول على مسارات واضحة في إعادة التوازن لملف علاقاتنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية، وكذلك إطلاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف انسحاب قواتها، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي خلال زيارتنا الأخيرة إلى واشنطن. وكثمرة لهذا الحوار الاستراتيجي المتواصل تم سحب دفعات من القوات الأمريكية ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية، وسوف يكتمل هذا
في الأيام المقبلة انسحاب أكثر من نصف تلك القوات من العراق، ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني، ويجري جدولة إعادة انتشارهم خارج العراق بالكامل ضمن اتفاقيات أو اتفاق بين البلدين. إنها تطور قد تأسس على ضوء جهوزية قواتنا المسلحة البطلة والقوى الأمنية بمختلف صنوفها لحماية أرض العراق وصون كرامة شعبه. نجدد اليوم عهدنا إلى الشعب العراقي بأننا لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت، ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية، وأن قرارنا أننا ننطلق من مسؤوليتنا الوطنية، وأن صون سيادة العراق وأمنه وسلامة دولته هو قرار عراقي بامتياز تفرضه ضرورات العراق ومصالحه أولاً وأخيراً. العراق لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم. العراق حر ولن يسمح أن تستخدم أراضيه لتصفية حسابات بين الدول. نقول جيش العراق على أهبة الاستعداد للقيام بواجبه لوضع كل هذه الاستحقاقات حيز تطبيق. واجهنا حملات الطعن والتشكيك ومحاولات كسر إرادتنا باستعادة هيبة الدولة بالصبر الشجعان لا ضوضاء المزايدين والانتهازيين. لن ننتبه إلى من يحاول إرهابنا بالصوت العالي. قرار العراق لن يكون بيد المغامرين. اكتفينا بتاريخ من المجانين الذين قادونا إلى الحروب العبثية والدم وكسر هيبة الدولة. نعم، علينا واجب إيصال العراق وشعب العراق إلى بر الأمان، وسوف نعمل مهما ظن الواهمون إن بإمكان الصراخ ترهيب من تجذر حب الوطن في قلوبهم. نقف في يوم جيشنا الباسل لنعلن أن عام 2021 سيكون عام الإنجاز العراقي على كل المستويات، وأن مرحلة استنزاف ثروات العراق وإمكانياته قد انتهت إلى غير رجعة بإرادة العراقيين وأبطال تشرين. سيادة العراق على كل شبر من أرضه لن تكون مجرد شعار للتداول السياسي، وإنما فعل ملموس. نقف اليوم في عيد جيشنا البطل وأمام شعبنا العظيم لنقول: تضحياتكم الكبيرة تؤسس لمستقبل يليق بالعراق والعراقيين، وأن صمودكم المذهل أمام المحن درس جديد يضاف إلى دروس التي رفدتم بها الإنسانية عبر التاريخ. في الآونة الأخيرة شهدنا تصريحات متشنجة من كل الأطراف أهيب بالجميع الالتزام بالمصلحة الوطنية واعتماد لغة الحوار وبث روح الأمل لدى شعبنا العراقي العظيم. العراقيون يستحقون التضحية والصبر والحكمة. عاش العراق جوهرة الأمم وميزان الحكمة وناصية المعاني الكبيرة، أرض الأنبياء والأئمة الأطهار والمرجعية الرشيدة والرموز الوطنية العالية والقامات الثقافية والعلمية الشاهقة. عاش العراق، نعم عاش العراق لكل العراقيين ملاذاً آمناً مزدهراً. عاش جيش العراق، جيش الرجال والنساء الأوفياء لما عاهد الله والشعب عليه. عاش شعب العراق العظيم عزيزاً أبياً وتاجاً على الرأس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.